ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ لما بنتكلم عن فيلم العالمي فاحنا مش بنتكلم عن فيلم عادي، لاننا بنتكلم عن فيلم عبقري بكل المقاييس، من اول اختيار اسمه وازاي اسمه بيتماشى مع الفكره اللي بيناقشها، مرورا بالفكره نفسها اللي هتليق على اي حاجه تطبقها عليه، وكمان طريقه طرحه المميزه اللي بتخطفك بين الماضي والمستقبل واللي عمرها ما هتحسسك بالملل، لحد طبعا النهايه العبقريه اللي لو كل مالك فينا مشي بنفس طريقتها هيوصل للنجاح اللي بيتمناه. في الفيديو ده هنحلل الفيلم ونناقش افكاره وهنتكلم عليه بشكل عام، بس قبل ما نبدا في كل ده خلينا الاول نناقش الفيلم وقصته مع بعض. بيبدا فيلمنا بمالك، لعيب كوره مشهور جدا والناس كلها عارفاه، لكنه طايش وسكران وكمان معاه بنات. من الوهله الاولى وانت هتعرف ان مالك تصرفاته مش طبيعيه، لان ردوده كانت مختصره جدا وما فيهاش اي اضافات، وكمان سايق بسرعه جدا كانه بيجري ورا شيء محدش شايفه غيره، ولما بيزود السرعه اكتر واكتر بيعمل حادثه. بنرجع مع مالك وهو صغير وبنكتشف انه عنده اخت توأم اسمها ملك. مالك من وهو صغير بيلعب كوره وعنده شغف ليها، بيكبر مالك وبيكبر معاه حبه للكوره. ونروح تاني لمالك في المستقبل هنلاقيه متدمر حرفيا وكل الاعلام بيجري وراه ويصوره، وبيظهر راجل سكران عاوز يدخل له المستشفى، وبنعرف بعدها ان هو ابو مالك. نرجع تاني للماضي ونلاقي ان ابو مالك شخص مكروه وبيعنف بنته لمجرد انها اتاخرت شويه، ومعاملته مع اهله مش كويسه، ومن اول لحظه واحنا بنلاقي ان ابو مالك متعطش للادمان، ودي حاجه هنتاكد منها بعدين ونعرف ايه هو سببها. بس من صفات المدمن انه شخص متعطش للهروب من الواقع، ودي حاجه هتعرفنا اكتر عن تفاصيل شخصيه ابو مالك، انه شخص بينتمي للامان وبعيد تماما عن المجازفه وبيهرب من المسؤوليه بالادمان. ولما مالك بيعرف ان مصر خرجت من كاس العالم بيقول لابوه انه في المستقبل هو اللي هيكسبهم، وابوه بيقول له ومن هنا بيبدا الرهان بين مالك وابوه. ونروح للكوتش شيكو اللي بيدرب اللاعبين الصغيرين على امل ان اي حد من كشافه النوادي الكبار ياخد لعيب من عنده، وده طبعا ما بيحصلش وانت عارف. والكره عندنا في مصر ماشيه بالحب والوصايا، والكابتن شيكو لما بيشوف مالك وهو بينطط الكوره بينبهر بيه وبيعوز يضمه للعيبه بتاعته. ولما نروح فصل مالك في المدرسه بنلاقي انه مهووس باللاعبين الكبار وبيشتري صورهم. بس في هنا مشكله، لما المدرس بيتكلم وبيشرح للطلاب في نص الكلام يجي فويس اوفر ليه، اسمع كده. هتقولي البلعوم المعده هتلاقي في الاخر صفر منور في الشهاده. هي غلطه تغتفر في اي فيلم تاني، لكن فيلم ايقوني زي ده اظن انها كان لازم تكون احسن من كده شويه. ونبدا نعرف اكتر ان مالك مش طفل طبيعي، بنعرف اكتر انه موهوب في الكوره لما في الفسحه بياخد العيال الملعب كله رايح جاي. وننتقل تاني مع ابو مالك وبنعرف ان عنده مطبعه والعمال عنده بيمشوا واحد ورا واحد، ولما واحد من اللي شغالين عنده بيقول له لازم تحدث المكن بتاعك بيقول له كلام مبهم، اختصاره انه مش هيجدد اي حاجه. ودي بتاكد لنا اكتر العيب اللي في شخصيه ابو مالك، انه بيخاف ياخد الريسك ويخوض تجربه جديده ودايما بيلعب في الامان. ولما ابو مالك بيروح يقرا الجرايد بيقرا عن اغتصاب الاطفال وان الموضوع بقى منتشر جدا. ولما الكابتن شيكو بيروح لابو مالك ويحاول يقول له ان هو عاوز ابنه عشان يلعب معاه في النادي بتاعه بيقولها له بطريقه مريبه شويه وما تنساش ان ابو مالك لسه قريب من شويه، فكان الرد الطبيعي من ابو مالك بس انا عايز الفت نظرك مستقبل ابننا مالك. ابننا ما تيجي نعمله واحد اندومي. بعد كده ابو مالك بيعنف ابنه جامد ويقول له مفيش لعب كوره تاني. ولما بنروح للمستقبل بنلاقي ان كابتن شيكو اللي ابو مالك ما كانش حبه هو اللي جوه مع مالك في المستشفى وهو اللي خلى الامن يدخله. ونرجع تاني للماضي واحنا بنشوف مالك وهو نازل على المواسير علشان يلعب كوره، وهنا بنعرف ان مالك ورث عن ابوه الادمان، بس مالك طلع اذكى من ابوه واستغل التعطش لهوايه الشيء بطريقه صح، وبتبان اكتر موهبه مالك في الملعب وانه ازاي شخص مش عادي. ولما الكوره بتطلع بره بنشوف الكابتن شيكو وهو بياخدها ويجري ورا مالك، وابوه لما يعرف بينزل يجري، ولما اخذ الكابتن بيزنق مالك في الحيطه ويعرض عليه ان هو يلعب معاه في النادي. وطبعا من الطبيعي ان لما اب يشوف مغتصب اطفال زانق ابنه في الحيطه ده هيكون رد فعله. ونروح تاني مع الكابتن عمر الصافي، لاعب كرة قديم من ساعة ما جات له إصابة والناس والجمهور نسوه، ولما ده حصل حاول يموت نفسه. ولو تركز هتلاقي إن حياته طبق الأصل حياة مالك، وكمان دخل المستشفى وهو بيحاول يموت نفسه بنفس الطريقة اللي مالك عملها. والمفارقة إن هو ومالك كانوا في غرفة واحدة، وركز معاه كويس جدا في الحتة دي. نرجع مع الكابتن شيكو لما أبو مالك بيروح يعتذر له ويديله فلوس علشان العجلة بتاعته اللي باظت دي، ويوافق إن مالك يلعب معاه في النادي. ونروح تاني مع أبو مالك في البيت وهو راجع سكران في أول السنة الجديدة، ومالك وأخته بيكونوا عارفين اللي بيحصل بره، وإن أبو مالك بيتخانق مع مراته علشان مراته مش عايزاه يشرب. ونروح للقطة عالمية جدا لما ملك اخت مالك بتسأله تفتكر ممكن حاجة منهم توصل للقمر؟ ومالك بيرد عليها يقول لها مش عارف. المشهد ده جامد جدا لانه بيعكس لنا احساس مالك في الوقت ده. مالك كانت بتسأله على الالعاب النارية، بس مالك رد بطريقته الخاصة، لان هنا المقصود مش الصواريخ اللي بتتضرب في السماء، المقصود هو ملايين الشباب اللي زي مالك اللي بيعافروا علشان يوصلوا للهدف اللي مسماه في المشهد ده هو القمر. ورد مالك على ملك بكلمة مش عارف هي وصف لحالته النفسية، وانه ازاي وصل لحالة من اليأس
اليأس بعد ما شاف كل الظروف اللي هو فيها وان الظروف اللي حواليه مش مساعداه، ده غير طبعا العائق الكبير اللي هو ابوه. ونروح لعمر في المستقبل، اللاعب اللي حاول يموت نفسه ولو تفتكر جه مع مالك، وبنلاقي انه شخص همجي جدا وحالته النفسيه متدمره. وبرده هنا في حاجه عبقريه جدا، من اول لقطه واحنا بنشوف عمر بنلاقيه بيتفرج على فيلم قديم، ركز معايا، فيلم قديم، ودي كنايه عن ان ازاي عمر بيحاول يهرب من الواقع وانه عاوز يرجع لماضيه لما كان لاعب مشهور ومحبوب. وبنعرف لما كان بيتكلم مع الممرضه انه بيسال على اي حد جاله زياره، وجا الرد من الممرضه اللي نفت السؤال وقالت ان لا محدش جاله. وعمر حول مجرى السؤال من محدش جه سال عليا الى هل في واحده جت سالت عليا. وهنا هنعرف ان عمر كان بيكلم بنته وحبيبها وكان هيتجوزها، بس ما ظهرتش من ساعه ما اتصاب وجات له حاله نفسيه. وفي حاجه عبقريه جدا تاني برضو، ان عمر بيحاول يغير التلفزيون بالريموت بس مش عارف، ودي رميه تاني عن انه ما يقدرش يغير الواقع من بعيد، لازم هو اللي ياخد الخطوه دي ويغيرها هو من قريب. ويروح مالك يجري، وفي نقله عبقريه نروح له وهو بيجري مع الكابتن شيكو، ونكمل رحلتنا مع شيكو لما نعرف انه جاله شغل في الامارات. المهم يعني ان هم هيدوا له فلوس كتير. ونروح المستقبل مع مالك ونلاقي ان ابوه حاسس بالذنب من ناحيته. ونرجع تاني للماضي مع مالك، هو عاوز يلعب كوره بس ابوه كان رافض كالعاده. بس مالك لما يرجع من الاصابه بيروح يلعب ماتش، ونلاقي كشاف لاعبين مشهور جدا بيجي يتفرج على الماتش ويشوف مالك وهو بيتألق. واكيد طبعا كالعاده الكليشيهيه مالك بعد التعادل السلبي هو اللي هيجيب الجون في اخر لحظه في الماتش. بعد كده بنشوف كشاف اللاعبين بيتفق مع مالك انه محتاجه يكلمه علشان هيسفروا اوروبا، ويروح مالك لانجي بعد ما تيجي من السفر وما بيكونش عارفها. وبعد ما مالك اخته قالت له ان دي انجي فعرفها وافتكر كل ذكرياته معاها وهم صغيرين. بعد كده بيروح الكادر مع ابو مالك وهو بيقطع الكارت بتاعه وبيقفل المطبعه بتاعته علشان ما كانتش شغاله، ويقف عامل من اللي كانوا شغالين معاه يقول له يبيع المكان ده لواحد اسمه عبد الحميد علشان يعملوا مخزن. وابو مالك بيقول له ان عبد الحميد ده ابوه كان شغال صابع عند ابو مالك. وهنا بنلاقي تشابه بين شخصيه عمر وشخصيه ابو مالك، لو فاكر ان عمر دايما كان بينتمي لنفسه زمان، وكذلك عم احمد الخليل ابو مالك، واظن ده بيفسر هم ليه شخصياتهم مش احسن حاجه. وبيروح الكادر مع ابو مالك في المستقبل وهو زعلان، بس مش ملاحظ حاجه، في حركه ذكيه جدا بتحصل، المخرج بيجيب لنا كل لحظه بيحصل فيها حاجه بيجيب لنا بعدها على طول اللحظه اللي فيها ندم عليها. يا جماعه الحوار ده جامد جدا، حاسس اني قصاد فيلم اجنبي مش مصري. المهم اننا بنروح مع ابو مالك في المستشفى وبيدي انجي سلسله عليها حرف ام. بس ايه هي قصه السلسله دي؟ تعال نشوف. مالك بيروح مع انجي علشان عرف ان اخته ملك نفسها في سلسله دهب، وراح علشان يجيب لها بس الفلوس ما كفتش. ونروح تاني لبيت مالك، في نص الكلام بنلاقي ان ابو مالك ناوي يشغل ابنه معاه وكمان بيشرح له الشغل ماشي ازاي. ومالك بيقول له ان حد عايز يلعبه في اوروبا، وابو مالك بيرفض كالعاده. وندخل مع مالك واخته اوضتهم، ومالك بتدي له هديه عباره عن تيشيرت عليه اسمه، ودي كانت اللحظه المناسبه اللي مالك يدي فيها اخته الهديه بتاعته. وبنعرف ان مالك باع الجزمه اللي كسبها في البطوله علشان يكمل بفلوسها ويجيب لاخته السلسله اللي كان نفسها فيها. وهنا بنعرف ان مالك واخته بيحبوا بعض جدا، لان مش من السهل انك تبيع حاجه غاليه عليك معنويا وشقيت كتير علشان تجيبها وتبيعها علشان حد. وده بياكد لنا ان علاقه مالك باخته علاقه جميله جدا. ابو مالك بيروح المطبعه بتاعته ويقرا الجرايد ويسكر، وده بياكد لنا ان ابو مالك شخصيته جبانه وبيحاول يهرب من الواقع بان هو يسكر، وبيحب يقرا الجرايد على امل ان هي تطلعه من الواقع اللي عايش فيه بشكل او باخر. ونروح في الماضي مع ابو مالك اللي بنلاقيه عاوز يسكر يوم الجمعه قبل الصلاه، وتوصل بيه المرحله لانه عاوز يضرب ام مالك علشان تديله المنكر. وبعد ما اخذ منهم الازازه رد على التليفون وطلع يوسف نبيل كشاف اللاعبين ويرد عليه ابو مالك ويقول له ان مالك بطل يلعب كوره خلاص. ومالك اتضايق جدا وقال له على حقيقه انه عارف ان المطبعه مش شغاله، بس المضحك في الحته دي ان ابو مالك تجاهل كل الكلام وضربه علشان قال له يا اخي يا زافر يا ابن الكلب، اتكلم بأدب يا ولد. وينزل مالك في الشارع ومالك اخته بتروح وراه يا زافر يا ابن الكلب. وفي لحظه ما مالك بتعدي الشارع حد داس عليه، وطبعا مالك بيتصدم من اللي شافه. وفي نفس اللحظه بنروح مع مالك في المستقبل لما نبضات قلبه وقفت وامه وانجي بيعيطوا عليه بره، وده بياكد لنا كميه حبهم ليه. المهم ان في الاخير مالك بيفوق، ونرجع للماضي تاني لما مالك بياخد حاجته بعد ما اخته ماتت وبيتكعبل في التيشيرت اللي مالك جابته له قبل ما تموت. المهم ان هو اخد الحاجه وحرقهم، ورجع ابو مالك المستفز ده سكران كالعاده. بعد كده مالك اتخانق معاه يا زافر يا ابن الكلب، وابو مالك اخد حاجته والحمد لله مشي. وفي الباك جراوند كان شغال قران، والايه اللي كانت شغاله كانت بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. انا عايز اقول لك ان الفيلم ده كل شويه بيثبت له انه عبقري بكل المقاييس، يعني حتى الايه القرانيه الكريمه اللي كانت في الباك جراوند كانت راميه على حاله مال. حرفيا انا ما كنتش واخد بالي من التفاصيل الجميله دي. الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي كل ما تشوفها اكتر هتكتشف فيها حاجات اكتر، وده اللي يخليك تنبهر من كميه التعب والكرياتيفيتي اللي في الفيلم ده. المهم تعالى نكمل ونروح تاني للمستقبل لما بنلاقي مالك بدأ يفتح عينه ويفوق، ولما الممرضات بيجروا على الغرفه بتاعت مالك بنلاقي ان عمر زعل لما عرف انه مالك فاق. وبيجي شهر رمضان الكريم ونروح لعم احمد ابو مالك هنلاقيه لسه بيسكر وبيهرب من الواقع بسبب اغنيه ام كلثوم بتاعت انت فين والحب فين، وده بيعكس علينا نظره ابو مالك ان هو شايف ان عمر ابنه ما هيوصل لهناك. واتاكدت اكتر من ده لما ابو مالك قال بنفسه اوروبا فين واحنا فين. مالك نفسيته بتتدمر وبيبدا يشرب سجاير وبيبان جدا ان هو مكتئب. ونروح للمستقبل
لما عمر بيقابل مالك بعد ما فات، ومحاولات عمر بتستمر في انه يحبط مالك. ونرجع لمالك زمان نلاقي ان امه باعت جزء من العفش بسبب قله الفلوس، وهنا مالك بيحس انه لازم يرجع تاني للملاعب، ويبدا بالفعل انه يرجع للكوره تاني. وبسبب نقله عبقريه بنشوف مالك وهو لسه راجع للكوره وهو بيلعب ماتش مهم. كالعاده مالك بيلعب كويس جدا، وكشافين الانديه الكبار بيشوفوه بالفعل بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، وكمان بيكسب شهره كبيره وبيكون محبوب وسط الجماهير. ونقوم راجعين تاني مع عمر اللي بنكتشف ان هو مدمن، وده بيفسر لنا هو ليه مش بيستجيب للعلاج الطبيعي. ونروح مع مالك اللي ابتدى يفوق ويمشي على رجليه. هتقولي ازاي، هو مش كان لسه بيلعب كوره من شويه؟ ازاي لسه ما فاقش من الاصابه؟ هقول لك يا حبيب قلب اخوك، احنا كل شويه بنقرب من المستقبل لحد ما تيجي نقطه الصفر اللي هيكون فيها الماضي والمستقبل هو نفس الشخص. احنا كده بنقرب من اللحظه اللي مالك القديم هيقابل فيها مالك المعاصر. ونروح مع مالك اللي بيكسر الدنيا مع نادي فالنسيا وبيكون محبوب جدا هناك. ونروح عند ابو مالك وهو قاعد في البيت بتاعهم القديم وبنلاحظ عليه علامات الندم والتوبه. ونروح مع مالك اللي بيكون قاعد في ديسك والبنت اللي هناك بتعرض عليه انه يشرب استغفر الله. بس لو تلاحظ ان مالك اتجه للسكه دي بعد ما قابل بعد كتير من التحايل انه يشرب منكر من البنت اللي كانت بتعرض عليه في البار. ويروح مالك لانجي ويعرف انها اتخطبت ويزعل جدا. وتيجي اللقطه اللي بدأنا بيها الفيلم، هي ساعه الصفر بين مالك القديم والجديد بعد ما بيكونوا نفس الشخص والاحداث تكون لنفس الشخص. والكادر بيروح مع عمر اللي بيلاحظ ان اهل مالك عنده وبياخدوا عزا اخته. وللمره الاولى لما الممرضه كانت بتلوك مع عمر ما يزعقلهاش ويتقبل الموضوع عادي، ويدخل عمر يعزي مالك واهله. والمره دي بنتاكد تشابه شخصيه عمر بشخصيه ابو مالك اللي هو احمد الخليلي، بانهم بيرجعوا بعد ما خسروا كل حاجه يندموا ويحسوا بالذنب. بس ركز معايا في الجمله اللي فاتت دي، بعد ما يخسروا كل حاجه. ومالك بينادي عمر علشان يتكلم معاه بعد ما تقبل موضوع انه مضغوط نفسيا ومش لاقي حد شبهه يتكلم معاه. ومالك بيدور نقاش بينه وبين عمر، محتوى النقاش بيكون ان مالك نفسه يكون زي عمر ما بيتاثرش باي حاجه. ودي تقدر تقول كانت لحظه انفجار بركان عمر اللي كان مكتوم من ساعه ما حصلت له الحادثه. وبيكون اثر الانفجار بتاع عمر كالتالي: الموت مش بايدينا، الناس اللي حواليك، اهلك، اصحابك، حبيبتك، هتروح ميت ساعتها الموت بيبقى احسن. اللي هيجنني صحيح بنت الشغل ما كلفتش خاطرها وجت سالت عليا يوم واحد هنا في المستشفى. ما لاحظتش حاجه؟ ما خدتش بالك ان عمر هو مالك؟ عمر زي ما بيقول كان ليه اهل واصحاب وحبيبه بالظبط زيه زي مالك، بس الفرق بين عمر ومالك ان مالك وقف عند اللحظه الاخيره، وعمر كان انعكاس لمرايه مالك لو كمل في الطريق الغلط اللي كان ماشي فيه. عمر انه اختار يدفن نفسه اكتر واكتر، بس مالك اختار ان هو يطلع من الحفره اللي هو فيها. وده الفرق بين مالك وعمر. وافتكر كويس، مالك هو عمر وعمر هو مالك. وبعد اللي عمر قاله لمالك، مالك عرف قيمه اهله والناس اللي حواليه وصلح علاقته بابوه. يروح مالك يكمل تمارين مع المنتخب ويرجع زي الاول واحسن. نعرف بعد كده ان مصر هتلعب نهائي كاس العالم مع اخواتنا الجزائريين، وخلي بالك من النقطه دي علشان فيها كلام كتير. بنعرف بعد كده ان التعادل مع الجزائر هيأهلهم للنهائي، ولازم مصر تكسب علشان تاخد الثلاث نقط اللي هتأهلها. ويبدأ الماتش الحاسم بين مصر والجزائر، واكتر من كرة تضيع من المنتخب المصري. وفي كرة مرفوعة من خط ال 18 برأسية تيجي جون ويكون ناتج الماتش 1-0 للمنتخب المصري. ويبدأ مالك يخطط بين الشوطين في ثغرة في خطة الجزائر، والجزائر تمسك كرة على مصر وتضيع كور كتير ويجي جون للجزائر. ولما لاعب من لاعبين الجزائر بيقلع التيشيرت اللي مكتوب عليه باي باي ايجي بياخد كارت اصفر. وبرضه ركز كويس في الحتة دي. ولحظات مؤثرة وصمت تام على المدرجات، وينزل مالك الخليلي الماتش ويفتكر ذكرياته وهو بيقول لابوه انه هيدخل مصر كاس العالم تاني. بس في نهاية الشوط التاني بتيجي حاجة مضحكة جدا، مالك بياخد فاول من تاكلينج المفروض ان هو غلط. ومن خبرتي وحنيكتي في الكوره اقدر اقول لك ان يعني صباح الفل الراجل لعب على الكوره اهو. اللاعب اللي عمل على مالك تاكلينج بياخد انذار تاني بسبب التاكلينج. ولو تفتكر فهو اخد انذار بسبب انه قلع التيشيرت، وانذارين في الكوره يعني كارت احمر يعني طرد. واحمد فتحي بيشوط الكوره بتخبط في القائم، بتيجي هجمه لصالح منتخب مصر ومالك يجري بالكوره ويشوف اخته في كل ثانيه وهو بيجري، واخيرا يحرز مالك هدف الفوز وتسحل المدرجات وينتصر مالك في الاخر ويكسب ابوه في الرهان بتاعهم. يلا بقى نشوف حوار الفيلم ده ايه. مبدئيا كده وقبل اي حاجه تعالى نتفق ان الفيلم فعلا اسم على مسمى، هو فعلا عالمي بكل المقاييس، من اول طريقه سرده للاحداث لحد النهايه اللي مالك فيها كسب رهان ابوه اللي كان من سنين. واحلى حاجه في الفيلم ده انه هو ينفع يتطبق على اي حاجه. يعني مثلا لو انا عايز اتحنيك واطول مده الحلقه هقلب لك الفيلم ده فيلم سياسي، واقول لك ان مالك هو الشعب وابو مالك هو الطبقه الحاكمه، واقول لك ان عمر هي دوله واتهزمت وكانت مثال لمالك اللي هو الوطن ان هو مش عارف ايه. بس لا الحمد لله انا مش من الناس دي. بس ده ما ينكرش ان الفيلم ده فعلا ينفع يطبق على اي حاجه في الدنيا، ودي طبعا نقطه في صالح الكاتب. نبدا كلامنا بالتمثيل. التمثيل في الفيلم ده كويس جدا، من اول الفلو بتاع الكلام للغه الجسد. مين احسن حد عجبني في الفيلم ده؟ الرد على السؤال هيكون هما ثلاثه اللي انبهرت بيهم. اول اسم معانا هو محمد لطفي. محمد لطفي في الفيلم ده قدر يحسسك ان هو بجد خايف على مالك مش عاوز يستغله. واللي عاجبني اكتر اضافته الكوميديه، حتى لو كان بافيه او اتنين. من الاخر كده وبدون مبالغه ما حسيتش ان الفيلم درامي الا بعد ما المشاهد بتاعته قلت في الفيلم. تاني اسم هو الفنانه القديره دلال عبد العزيز. قدرت الفنانه دلال عبد العزيز انها تحسسك بانها ام حنينه وعرفت تقوم بالدور ده بسهوله جدا. الام الطيبه اللي عايزه تعيش في سلام وهي شايفه عيالها بيكبروا وبينجحوا يوم ورا يوم. وانا بصراحه بحبها شخصيا لاني بحسها مسالمه جدا وبتقدر الدور اللي بتمثله صح. تالت اسم معانا هو الفنان القدير صلاح عبد الله. الفنان صلاح عبد الله كان مميز جدا في الفيلم ده. قدر في اول الفيلم يكرهك فيه ويخليك مش حابب وجوده وبتسكيب الحته بتاعته في الفيلم، وقدر يمثل دور الاب العنيف اللي عايز يمشي زيه زي ابوه وجده وعايز يشتغل في المطبعه بتاعتهم، وزي ما خلاك تكرهه زي ما خلاك تحبه وتغفر له كل اللي هو عمله، بعد طبعا ما بتشوف عليه ملامح الندم والتعب وانه خلاص بقى شخص نضيف وبيعاقب نفسه على كل
كل لحظه كان سبب فيها ان هو يبطئ من سرعه نجوميه ابنه. وتعليقات تانية على التمثيل هتكون على اروى جوده. ما اقدرش اقول لك ان تمثيلها كان وحش بصراحه، هو زي الفل وكله تمام، لكن في كام مشهد كده كنت حاسس بافواره فيهم وحسيتها بيكمي قوي. تاني حاجه السيناريو جامد جدا وكل حاجه، وطريقه تقديمه المميزه والعبقريه اللي هي بتنقلك من الماضي للمستقبل لحد ما الماضي يتقابل مع المستقبل ويكونوا نفس الشخص ويحققوا معادله النجاح. الفيلم ده حرفيا عبره لكل شخص فينا بيدور على مالك اللي جواه، بس للاسف ما ينفعش يكون في مالك من غير ما يكون في عمر، وهي دي اللعبه، انك تخلي مالك هو اللي يكسب مش عمر. انت بقى شايف انك من السهل تكون مالك؟ سلام.